عيد العبارة لو سمحت. عيد قال العبارة. لهم يا أبنائي في الجزائر، قال لهم السلام عليكم، نحن الجزائر دولة عظيمة، نحن دولة فاعلة مفعلة منفعلة مفعول بها. قالوا الله أكبر، فرحوا هم. يعني شوف العقلية اللي عندما توصل بس. يعني من أول ما شفت الدكتور هذا أيقنت وغسلت يدي، زي ما نقولوا غسلت يدي من أن للأسف الحاضرين صفقوه. قالوا الله أكبر، فرحوا هم الجديات. كبروا. كبروا، يعني باش تعرف هم يعشقوا هذه الكلمات الرنانه، كلمات المقبور جمال عبد الناصر يا اخ اسد، يعشقون هذه الشعارات، نحن 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 وسنفعل، وهناك مؤامره، ولكن نحن قوه فاعله مفعله منفعله مفعول بها مضروبه مضروطه. يعني كلام مهتر يا اخ اسعد، والله العظيم من اول ما شفت الدكتور هذا انا غسلت يدي من العقليه الجزائريه، مع احترامي لبعض الاشخاص الجزائريين الأحرار، ولكن إحقاقا للحق المقارنة بين المملكة المغربية والجزائر هي مقارنة مجحفة ظالمة، لا نستطيع أن نقارن هذا الشيء البتة إطلاقا. يعني فرق بين السماء والأرض، سواء العقلية سواء الشعب نفسه حتى المعارضين. أنا رأيت مغاربة يخرجوا في الشارع لدعم القضية الفلسطينية، يعني يعارضوا رئيس الحكومة في المملكة المغربية، بينما في الجزائر لم نرى أي أحد. واللي طلعوا في الجزائر أخذهم العسكر وذهبوا وعملوا يعني زي ما تقول تقرير فيهم أنهم تعهد لن يخرجوا مرة أخرى في الجزائر. بينما المملكة المغربية لديها برلمان، يوجد لديها أخوان مسلمين، يوجد لديهم عسكر محترمين، يوجد نظام ملكي. يعني نظام ملكي أخ أسد متنوع، وأنت تعلم هذا جيدا، ونحن نعلم المملكة اليمنية كيف كانت، وعندما جاء المقبور عبد الله صالح كيف أصبحت، وفي ليبيا وفي المملكة كانت المملكة العراقية عندما جاء صدام حسين الانقلابي، وفي سوريا وغيرها. نحن ندرك هذا جيدا، ولكن للأسف إلى هذه اللحظة الجزائريين يعشقون العسكر، يعشقون هذه الشعارات الرنانة. تمام. فحبيت يعني نذكر ان اخوتنا الجزائر استهدوا بالله، نمو المملكه المغربيه والله العظيم يصب في صالح الجزائر وكل الدول شمال افريقيا والعرب بصفه عامه. اخ سعد مشكور.